صراع الفرس والروم مش مجرد حرب قديمة، ده صراع اتذكر في القرآن الكريم من أكتر من 1400 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. التاريخ بيقول إن كان في حرب بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية الساسانية. الروم خسروا في البداية، ووقتها المسلمين زعلوا لخسارة الروم، فجاءت الآية القرآنية معجزة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد سنين قليلة الروم انتصرت على الفرس، تحديدا في عهد الإمبراطور هرقل، ووقتها الآية القرآنية تنبأت بشيء قريب المدى، وكانت نبوءة وبالفعل اتحققت. فليه بقى دلوقتي بيتم الربط بين صراع الفرس والروم زمان وآية غلبت الروم وحرب أمريكا وإيران اللي دايرة دلوقتي؟ ليه الربط دلوقتي بين الآية القرآنية غلبت الروم في أدنى الأرض وبين اللي بيحصل دلوقتي بين أمريكا وإيران؟ العالم طول عمره بيحب الإسقاط، فبقى في تصور منتشر إن إيران هي الفرس وأمريكا ودول الغرب بيساووا الروم، وخاصة بعد ما بريطانيا دخلت في الخط وترامب عمال يقنع فرنسا ودول حلف الناتو دول أوروبا بإنهم يشاركوا معاه في الحرب. فهنا بس الناس استحضرت الآية القرآنية وقالت إنها نبوءة هتتحقق، وهنا احنا محتاجين نعرف مين هم الروم أصلا، خاصة إن عندنا حديث صحيح بيقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون عدوا من ورائكم. يعني في عهد بيننا وبين الروم، واحنا وهم في يوم من الأيام هنكون إيد واحدة، بس ضد مين؟ الرسول ما حددش العدو ده وساب الباب مفتوح للتفسير عشان كل زمن يفهمه بطريقته، فالإخبار بحكمة والإخفاء لحكمة برضه. وهنا نرجع لسؤالنا، السؤال الأهم: مين هم الروم؟ لو في تحالف ولو في صراع يبقى مين هم الروم أصلا؟ الروم في القرآن الكريم والمصادر القديمة كانوا الإمبراطورية البيزنطية وامتداد الإمبراطورية الرومانية، واللي كانوا مسيحيين وعاصمتهم القسطنطينية. لكن لما النبي ذكر الروم في آخر الزمان، هنا العلماء فهموا إن المقصود بيها أشمل وأعم من الدولة القديمة، يعني كل الأمم والشعوب امتداد الدولة القديمة دي، يعني دول أوروبا والغرب عموما، أو أي قوة بتمثل نفس الامتداد السياسي والجغرافي والحضاري للدولة القديمة دي. بس ده تفسير اجتهادي، احنا ما عندناش نص صريح ولا مباشر بيقول لنا ان دولة معينة في زماننا ده هي الروم. وده اللي بيطرح السؤال الأخطر: لو الروم ممكن يكونوا هم الغرب، يبقى التحالف اللي النبي كلمنا عنه ممكن يكون مع مين ضد مين؟ وخاصة ان الغرب دول في تحالفات واضحة جدا بينهم وبين إسرائيل، الطرف اللي ما بيننا وبينهم صراع ليوم الدين. فازاي هنتحالف مع الغرب وهم بيدعموا الجانب اللي ما بيننا وما بينهم صراع؟ وهنا يجي الكلام عن الأجناس والأعراق، وإن يهود اليوم مش هم بني إسرائيل الأمس. وهنلاقي نفسنا دخلنا في أخطر جزء في القصة، معركة آخر الزمان أو الملحمة الكبرى زي ما بيسميها الإسلام، أو هرمجدون زي ما اليهودية والمسيحية بيقولوا عليها. فهل إحنا داخلين على نفس السيناريو بس بأسامي مختلفة؟ لو مهتمين نكمل القصة اكتبوا لي في التعليقات، وإحنا نعمل جزء تاني بالتفصيل عن الجزئية دي. ووعدكم إنكم هتسمعوا فيه كلام مختلف تماما، مختلف عن كل اللي سمعتوه. استنوني في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.